دوال مهمة في الاكسل لازم تكون عارفها حتى لو انت صفر. هنا عندنا اسماء مدرسين والمادة اللي بيدرسوها وبعد كده المرتب اللي هم بياخدوه. اول حاجة هنا طالب مني اجمالي الرواتب. اجمالي الرواتب ده بجيبه عن طريق دالة اسمها sum، واي دالة لازم تبدأ بيساوي. بعد كده هنفتح براكت وهنختار كل المرتبات اللي موجودة، وبعد كده هنقفل القوس دوت وهنقول يساوي. هيجيب لك الاجمالي بتاع الرواتب كلها. هنا عندك متوسط الرواتب اللي هو الافريج، فهنقول ايكوال وبعد كده افريج، وبرضه هنفتح قوس وبرضه هنختار كل الرواتب اللي معانا، وبعد كده هنقفل القوس ونقول له يساوي. على طول هيجيب لك المتوسط بتاع كل المرتبات. تالت طلب معانا وهو عايز اعلى راتب موجود في المدرسه، فاحنا هنقول ايكوال او يساوي، وبعد كده هندخل داله ماكس، وبعد كده هنعلم على كل المرتبات اللي معانا، نقفل القوس ونقول يساوي. هيطلع لك ان اعلى مرتب معانا هو 8360 اللي هو بتاع احمد هاني. طيب بالنسبه لي اقل راتب هنقول يساوي، وبعد كده داله مينيمم وهنفتح القوس، وبعد كده هنختار كل المرتبات برضه ونقفل القوس ونقول يساوي. هيجيب لك اقل مرتب اللي هو 4272. هنا صعب الموضوع شويه لان عايز اجمالي الرواتب بس بتوع مدرسين الرياضه، فاكيد طبعا مش هفضل ادور على ادي ده كده مدرس رياضه ودوت برضه مدرس رياضه وده كده الراتب بتاع الرياضه وهكذا وافضل اجمع. لا، طب هنعمل ايه؟ هنقول يساوي وبعد كده هنختار داله sum if. داله sum if بتجمع لي بس بشرط. الشرط اللي احنا عايزينه اللي هو مدرسين الرياضه. الشرط دوت موجود فين؟ موجود في العمود ده، فهنختار العمود دوت. بعد كده هنعمل كما او فاصله، وبعد كده الكرايتيريا او الشرط بتاعنا اللي هو رياضه. ممكن نعمل علامتين تنصيص وهنكتب كلمه رياضه ونقفل علامتين التنصيص، وبعد كده هنعمل فاصله او كما. بعد كده السم رينج او النطاق اللي احنا عايزين نجمع منه المرتبات اللي هو العمود جي، ونقفل القوس ونقول له انتر. المطلوب اللي بعد كده هو عايز عدد المدرسين. عدد المدرسين هنقول له يساوي كاونت، وكاونت هي المرتبطه بالعد، ممكن تعدلك ارقام ممكن تعدلك نصوص وهكذا. طيب هنا هتلاقي في اتنين كاونت، في كاونت وفي كاونت ايه. كاونت لوحدها ديت اللي هي كاونت من غير ايه، هي بتعدل الارقام بس، يعني هتقول لي 1 2 3 وهكذا الارقام. لكن لو انا اخترت اسماء المدرسين اللي هي عباره عن نصوص او حروف هيقول لي صفر. ليه صفر؟ لان كاونت لوحدها ما بتعدش غير الارقام. طيب ايه الحل؟ الحل ان انا هختار كاونت ايه. كاونت ايه هي اللي بتعد لي الارقام او النصوص. لو انا دلوقتي دوست على انتر هيعد لي فعلا عدد المدرسين اللي معانا وهم فعلا 11 مدرس. اخر مطلوب معانا وهو برده صعبه، هو هنا عايز عدد المدرسين بتوع ماده العربي بس. هي نفس الفكره اللي فوق، يبقى هو كده عايز عدد ولكن بشرط، فهنقول له يساوي وبعد كده كاونت اف. هنفتح قوس وبعد كده هتقول لي هنا فين الرينج اللي احنا عايزين ندور فيه اللي هو عباره عن العربي. انا بدور على كام مدرس عربي، يبقى الشرط بتاعنا هو ماده العربي. بعد كده هنعمل كما او فاصله، وفين الكرايتيريا او فين الشرط بتاعنا هنروح نعمل علامتين تنصيص وهنكتب كلمه عربي. نقفل علامتين التنصيص وبعد كده هنقفل القوس او البراكت بتاعنا وهنقول له انتر. وبكده يبقى اتعرفنا على شويه دوال لازم تكون عارف حتى لو انت صفر في الاكسل. استنى الجزء الثاني هيكون برضو فيه مجموعه دوال مختلفه عن كده. ولو عايز تتعلم الاكسل من الصفر حتى الاحتراف فاحنا عاملين كورس على المكان الثاني. المكان الثاني ده هتلاقي اللينك بتاعه في وصف القناه، دوس عليه وتابع. كل يوم بينزل محاضره جديده الساعه 7 مساء.